سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد من التذكير أو التوضيح في بعض المسائل التي يتم طرحها وتداولها في الملف السوري. هناك من يقول هل كوعت أم لم تكوع أو كذا. أقولها بالفم الملآن، يعني علما أني لا أحبذ ولا أرغب بهذا اللفظ، لكن إذا كان الجمهور السوري يرغب بإطلاق هذا اللفظ علي وعلى غيري ممن غيروا موقفهم فأنا لا مشكلة عندي، وأنا كوعت علنا، أعلنها علنا. كوعت لماذا؟ ليس من بداية سقوط النظام، ولا بالشهر الأول ولا بالشهر الثاني ولا بالشهر الثالث. الآن نحن في الشهر الرابع بعد سقوط النظام، حتى لا يقول أحد بأنني هناك من كوع خوفا، هناك من كوع طمعا، هناك من كوع طمعا بمنصب في الإدارة، هناك من كوع خوفا على مصالحه بداية سقوط النظام. أنا في الحقيقة كوعت، وإذا سأل حدا أنه يا ترى عمر رحمون كوع ولا ما كوع، أنا كوعت. لكن وأنا الآن مع الإدارة الجديدة، وهذا أقولها بالفم الملآن وعلى الجميع، ولست خجلانا من أحد ولا خائفا من أحد ولا سائلا عن أحد ولا طامعا بأحد. أقولها اليوم بعد 4 شهور من سقوط النظام، ليس خوفا ولا طمعا، إنما حبا بسوريا. سوريا هذا الوطن الجميل يستحق منا أن